شرع بمحيط ملعب طنجة الكبير تثبيت عدد من الأعمدة الفولاذية والتي تم توصيلها بالدعامات الحديدية العملاقة، وهي الدعامات الأساسية التي ستكون جزءا من سقف الملعب المزمع تركيبه بدءا من شهر نوفمبر المقبل. وبالموازاة مع تركيب هذه الدعامات تمهيدا لانطلاق عملية تسقيف، يشهد محيط ملعب طنجة الكبير منذ يوم الجمعة الماضي انطلاقة أشغال جديدة تهم قطع عدد عشرات من الأشجار التي كانت تؤتت محيط الملعب منذ سنوات، استعدادا لتعويضها بغرس عشرات من أشجار النخيل، إلى جانب إنشاء فضاءات جديدة تسهل ولوج الجمهور بسلاسة. وتتواصل بداخل الملعب الكبير لطنجة وبالخصوص بالمدرجات الشمالية والشمالية الجنوبية آخر عمليات البناء وتشييد عدد من المرافق التي تهم إنشاء صالات من الدرجة الأولى لفئة خاصة من الجمهور، إلى جانب مرافق أخرى تخص المراقبة بالكاميرات وأماكن التعليق التلفزيوني.